رجعنا لكم تاني مع الجزء التاني بتاع الدرس بتاع السكين تون. احنا عملنا طبعا ريتاتش اول حاجة للبشرة وخلصنا ونعمنا وشلنا الحبوب وظبطنا الصورة. لو ما شفتوش الجزء الاول من الفيديو، يا ريت تخشوا اتفرجوا عليه. هسيب لكم اللينك بتاعه في الباي فوق هنا في العلامة الاي ال تي. تمام. والجزء التاني هنبدأ نعمل دبل لاير للصورة معانا. هنبدأ نعمل سelection للشخص اللي معانا في الصورة. هتعمل selection بالشكل دوت. تمام. هنيجي نفتح فلتر كاميرا رو. هنيجي هنا هنعمل لود للبريست بتاع تلوين البشرة بتاعتنا. هندوس اوكي. هنلاقي البشرة بتاعتنا كده اخدت التون بتاع البشرة الاحترافي بتاعتنا. هنيجي نعمل دي select بالشكل ده. تمام. قبل وبعد اهو. تمام. محتاجين نقلل مثلا شوية. هنعمل كده، هنخليها 80 مثلا الاوبستي. وممكن مثلا نعمل دبل لاير تاني. هنيجي هنا عند selection color وهنبدأ نكمل الدرس بتاعنا عادي، بس احنا عملنا دبل لاير أثرت معانا عشان احنا عاملين الأوباسيتي 80. تمام. فاحنا عملت لنا يعني الضعف. فاحنا هنعملها دمج الأول وهنعمل لاير جديد بالشكل ده عشان متأثرش معانا. وهنبدأ نشتغل في الألوان من هنا. لو في حاجة عايزة تتظبط هنبص هنا هنلاقي العين. ممكن نعلي الأصفر شوية هنا، نخلي هنا -8. هنجرب الألوان بتاعتنا واحدة واحدة مع بعض ونشوف الصورة بتاعتنا محتاجة ايه. هنيجي للون الأحمر هنعليه شوية، خليها -12. -8. اليلو بتاع الصورة هنخليه موجب 3. البلاك هنزودها نخليها موجب 12 بالشكل ده. تمام. هنيجي هنقف على الوايت. هنبدأ نظبط من هنا كده، نديها اللون الجولد اللي في النص هنا. اقرب لكم عشان تبقوا شايفين معايا برضو اللي بيحصل. شايفين كده هنا الحاجة الأماكن اللي فيها الإضاءة الزيادة دي هتاخد اللون الجولد. يعني احنا لو عملنا كده هتاخد لون موف، كده هتاخد لون جولد. نخليها 8 -38. هنيجي عند اليلو هنا ممكن نقلله حاجة بسيطة، نخليها -12. هنا نخليها موجب 23 بالشكل ده. تمام. نيجي عند البلاك لو عايزين نزود أو نقلل هنخليها موجب 1، موجب 2. هنخلي دي -3. هنخلي البلاك موجب 1 بالشكل ده. تمام. الصورة بتاعتنا مفيهاش ألوان كتير طبعا، هي البشرة بس. الخلفية هنا لو عايزين نغير اللون بتاعها، طبعا اللون رصاصي، فاحنا هنيجي عند الأزرق وهنبدأ نغير بالشكل ده.
هنيجي هنا برضو ممكن نقلل من اللون الموف شوية. نقرب كده نبص للصورة بتاعتنا كده بعد ما خلصنا الألوان بتاعتنا. اللي واخد اللون البرونزي اللي احنا عايزينه، الجولد كله بيشتغل بيه تمام. لو قفلنا كده هنشوف قبل كده بعد. في اللون الأزرق اللي هنا مثلا ممكن نيجي نقف هنا وهنيجي عند الأداة دي، هنعكس اللون هنخليه أسود عشان هنا أبيض. هنبدأ نشيل اللون الأزرق اللي على العين كده بالشكل ده تمام. ويعتبر كده احنا خلصنا عملنا دمج للصورة بتاعتنا بالشكل ده. ممكن نعمل دبل لاير ونيجي نحدد العين هنا نيجي عند كاميرا رو فلتر ونظبط العين. مثلا لو عايزين نفتحها شوية هنعلي الاكسبوجر بتاعها الكونتراست عشان نغمق اللون شوية او نفتحه تمام. لغاية حاجة بسيطة. طبعا احنا هنعمل الوان يعني مش هنزود كتير في الارقام عشان ما يبقاش الموضوع معانا اوفر. وبعد ما نخلص هندوس انتر هنلاقي النتيجة بتاعتنا بالشكل ده كده. او في حاجة هنمسحها، يعني لو في مثلا حاجة في السلكشن بتاعتنا كانت غلط هنمسحها حوالين العين كده بالشكل ده. هنيجي نشوف الصورة بتاعتنا كده بالشكل ده. محتاجين نقلل اللون شوية، هنعمل كده بالشكل ده. هنيجي نزود يعني انا شايف ان هو مثلا هيبقى 85 مناسب جدا، لان احنا ما زودناش كتير. فعشان كده بقول لكم ما تزودوش الوان كتير، يعني ما تزودش عدد كبير تمام. وبكده يعني يعتبر احنا كده خلصنا الصورة بتاعتنا بشكل كبير. طبعا لو انت بقى محتاج تسلم الصورة او صورة عميل هتبدأ تشيل الشعر والحاجات الهايشة دي في الصورة آه، يعني عشان يبقى الصورة بتاعتك بشكل احسن. وطبعا مفيش غير حاجات بسيطة هنا. التدرج الالوان ده احنا ممكن نعمل دبل لاير وهنيجي نحدد المكان ده كده تمام. كل اللي علينا ان احنا هنيجي هنا هنيجي عند اللون الاصفر وهنقلل اللون الاصفر شوية ونخلي يعني اللون ماشي مع الصورة مع الوش سوري تمام. هنقلل الاصفر شوية كده بالشكل ده قبل وبعد. نعمل دمج بقت كده مقبولة اكتر تمام. ممكن لو كنا زودنا سيكا كان ظبطت اكتر، بس هو كده يعتبر تمام جدا. وعشان ما اطولش عليكم اكتر من كده اشوفكم في فيديو جاي. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب في القناة. سلام.